ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط حميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا نتفيأ في ظلال القرآن الكريم، وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونذكركم بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ونذكركم كذلك بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة طيلة مدة البرنامج، وكذلك على حسابات شبكة سلام الفضائية في قنوات التواصل الاجتماعي. ولا تنسوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية عن تفسير سور جزء عامة، وكنا قد وصلنا في الحديث إلى تفسير سورة المطففين وأتممناها بخير وفضل. وها نحن الآن سنشرع في موضوعات سورة الانشقاق بإذنه سبحانه وتعالى. وسورة الانشقاق تلي سورة المطففين. وسورة الانشقاق هي سورة مكية شريفة. قال ربنا عز وجل في مطلعها: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وسورة الانشقاق لها عدة أسماء، من أسمائها الانشقاق، ومن أسمائها سورة إذا السماء انشقت، ومن أسمائها سورة انشقت. وموضوعات السورة مجملة في 4 مواضيع. الموضوع الأول عن أهوال يوم القيامة، أعاذنا الله وأعاننا فيه من شدته وبأسه. والموضوع الثاني عن أحوال الإنسان في دار المعاد في الآخرة. والموضوع الثالث عن مراحل الحياة ومراحل الإنسان في هذه الدنيا. والموضوع الرابع عن وعيد الله عز وجل للكافرين والمكذبين لآياته. قول ربنا سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي أطاعت لربنا سبحانه وتعالى، وحق لها أن تطيع ربنا عز وجل. وإذا الأرض مدت، أي بسطت وفتحت، وألقت ما فيها وتخلت، أي هذه الأرض تخرج ما في بطنها، كل ما في بطنها مما خلقه الله واستودعه تخرجه الأرض وتلفظه في يوم القيامة. وأذنت لربها وحقت، أي أطاعت ربنا عز وجل وحق لها أن تطيعه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أيها الإنسان، كل جنس الإنسان مسلما كان أو كافرا، كادح إلى ربك، أي سائرا إليه سبحانه وتعالى، سواء عملت من خير أو شر، فملاقيه أي ملاقيه ومجازيك عما عملته في الدنيا في الآخرة. ثم تكلم ربنا عز وجل
عن أحوال الإنسان في دار المعاد. الصنف الأول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الصنف الأول: من يؤتى كتابه بيمينه، ونعني بكتابه أي كل وصحيفته، أي كل ما عمله هذا الإنسان المؤمن المخبت لربه عز وجل المحسن من أعمال في الدنيا. وهذه الصحيفة ربنا عز وجل أخبرنا بأنها لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويأخذ كتابه بيمينه. وأخذ الكتاب باليمين أو أخذ الأشياء باليمين هو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيامن في كل شيء. وأما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي يحاسب من ربنا عز وجل حسابا يسيرا، وإلا لو نوقش العبد في الحساب لهلك. لكن رحمة ربنا عز وجل الذي استودعها لنا في الآخرة وكرمه ولطفه هو الذي يجعلنا أن نجتاز الحساب ويكون الحساب يسيرا. وينقلب أي يرجع إلى أهله مسرورا، أي يرجع هذا الإنسان المستبشر الذي أخذ كتابه بيمينه كأنه فائز مستبشر فرح برحمة الله عز وجل وفضله عليه، يرجع إلى أهله مسرورا مستبشرا بنعمة الله وفضله عليه. وهذا في الآخرة بأنه يرجع مسرورا. لكنه في الدنيا كان وجلا مخبتا يخاف ألا يقبل منه. قال ربنا عز وجل عن هؤلاء المصطفين الأخيار: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة خاشعة مخبتة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم، قالت: من هم يا رسول الله؟ أهم الذين يتصدقون أو الذين يصومون أو الذين يزنون؟ من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يتصدقون ويصلون ويفعلون الخير كما قال في معنى نبينا كلام رمينا صلى الله عليه وسلم: ويخافون ألا يقبل منهم. لا يصيبهم الغرور بأن أعمالهم كاملة أو خالصة أو متقنة، غاية إحسانهم أنهم يخافون من ربهم عز وجل ويرجون أن تقبل منهم أعمالهم ونفقاتهم، لأنهم آمنوا بالله وبرسوله. وقال ربنا عز وجل عن هؤلاء الذين يخافونه في الدنيا عن أهل الجنة، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين وجلين. ولذلك أثابهم الله عز وجل بالسرور في الآخرة في يوم تذل فيه الرقاب ويهان كل من دس نفسه في التراب. قال ربنا عز وجل: وينقلب إلى أهله مسرورا. والصنف الآخر أعاذنا الله وإياكم منهم. والصنف الأول أخبرنا ربنا عز وجل في موضع آخر، قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية في سورة الحاقة. قال ربنا عن هذا الصنف: فأما من أوتي كتابه بيمينه
فيقول هاؤم اقرءوا كتابي، يأخذ الكتاب ويقول للناس في يوم العرض ويوم المحشر، جعل الله إياكم من أهل اليمين. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، صحيفة أعماله، فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. هذا الإنسان يقول إني ظننت أني ملاق حسابيه، معنى قوله أني آمنت بأن ربنا سيحاسبنا في الآخرة، فأعددت لهذا الموقف جوابا وعملا صالحا. قال ربنا عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون في الأيام الخالية، أو بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما كنتم تعملون وتحسنون إلى ربكم عز وجل في عبادته وتخشونه. قال ربنا وأما الصنف الآخر في هذه السورة الشريفة الكريمة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي يدعو على نفسه بالثبور، يدعو على نفسه أنه أتاه كتابه وراء ظهره. قال بعض المفسرين بأن الملائكة موكلة الكتب تضع هذا الكتاب وراء ظهره ولم تأتي من قبل وجهه وتأتيه كتابه. لماذا؟ لأن عقابا لهم بأن لا ترى وجوههم من السواد وظلمة المعصية التي كانوا يفعلونها في الدنيا، فعوقبوا بأن موكلي الكتب يأتون بكتابهم ويضعونه وراء ظهورهم فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالثبور والويل والخسران بأنه فوت فرصة العمل الصالح في الدنيا، ويصلى سعيرا أي وسيدخل جهنم وسيصلى من حرها ولهيبها، أعاذنا الله إياكم منها. إنه كان في أهله مسرورا، يصف ربنا عز وجل هذا حال الإنسان الخاسر الذي أخذ كتابه وصحيفة أعماله التي فيها من الخطايا ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. إنه كان، كيف كان حاله في الدنيا؟ كان في أهله مسرورا، أي كان مستبشرا وفرحا في أهله ولا يعد ليوم المعاد من عمل صالح. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، أي أنه ظن أن لن يسأل من ربه سبحانه وتعالى. بلى إن ربه كان به بصيرا، بصير ربنا عز وجل بكل شيء، بصير ربنا سبحانه وتعالى بأحوالك وأعمالك وسكناتك وهمساتك وكل شيء. وقد وصف ربنا عز وجل هذا الفريق كذلك في موضع سورة الحاقة، قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني، يدعو يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أخذ كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني مت ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، وربنا يأمر ملائكة العذاب خذوه فغلوه ثم في الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. أعاذنا الله إياكم من أهل الجحيم. والموضوع الثالث في هذه السورة الشريفة وهي مراحل تقلب
ومنازل الإنسان والكون. قال ربنا عز وجل: فلا أقسم بالشفق، وهو الممتد في الأفق باللون الأحمر، والليل وما وسق، أي وما جمع، والقمر إذا اتسق، أي إذا اكتمل بدره وتمامه، لتركبن طبقا عن طبق، أي أيها الناس لتركبن طبقا عن طبق، أي طورا بعد طور ومدة بعد مدة. هكذا حياة الإنسان، وهكذا حياة الكون، كل يسير في فلك رسمه سبحانه وتعالى وأعده في أدق ميزان وتفصيل. لتركبن طبقا عن طبق، طورا بعد طور. كانت مراحل الإنسان نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم كائن حي مخلق. سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم، من نطفة إلى أن أصبح كائنا يرزق منه سبحانه وتعالى. وهكذا الكون يأتي القمر، يبدأ تمام وكمال، ثم نقصان، ثم تمام وكمال، وهكذا مراحل هذا الكون الذي أعده الله عز وجل في أفضل نظام واتساق. قال ربنا عز وجل: فما لهم لا يؤمنون، أي كيف للإنسان لا يؤمن بأن الله خلقه في مراحل من لا شيء، من العدم، ويرى مراحل القمر، ويرى مراحل الشمس والنجوم والفلك، ولا يؤمن به سبحانه وتعالى. قال ربنا: فما لهم لا يؤمنون. والمرحلة الأخيرة وهي: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هذا القرآن العظيم الذي حكى ربنا عنه فيه كل شيء من أمور الدنيا والآخرة، ومن أخبار الغابرين إلى أمور الآخرة والبرزخ وأحوال جنات النعيم. قال ربنا: بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، بما يكتمون وما تكن صدورهم من شر وإثم، والله أعلم بما يوعون. فبشرهم يا محمد بعذاب أليم. واستثنى منهم طائفة، قال ربنا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر مستمر غير منقطع، وهذا غاية فضله وكرمه. آمنوا، والله عز وجل ربط بين الإيمان والعمل الصالح، آمن وعمل صالحا، لأن ثمرة الإيمان هو العمل الصالح. جعلنا الله وإياكم من أهل المؤمنين الذين يعملون الصالحات فأثابهم الله بأجر غير ممنون. هذه أبرز موضوعات سورة الانشقاق. ثم تليها سورة البروج. وسورة البروج سورة مكية، وتسمى بسورة البروج، وتسمى بسورة والسماء ذات البروج. قول ربنا عز وجل: والسماء ذات البروج، أي السماء التي تحتوي على النجوم وعلى مدارات النجوم وأفلاكها، واليوم الموعود، أي يوم القيامة. يقسم ربنا عز وجل بالسماء التي فيها الأبراج والنجوم والفلك ومدارات النجوم الواسعة التي لا يعلم كنهها إلا هو سبحانه وتعالى. واليوم الموعود أي يوم القيامة، وشاهد ومشهود، أي أقسم ربنا بالشاهد وكذلك بالمشهود أو الذي يؤتى عليه. قال ربنا عز وجل: ثم حكى ربنا عن أصحاب الأخدود، عن أصحاب الأخدود. قال ربنا: قتل أصحاب الأخدود. وأصحاب الأخدود قصتهم أنه كان من آخر ملوك بني حمير،
ملك يهودي، ثم تنصرت القرية. في رواية، وفي رواية أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم عن غلام عن ساحر كان يعيش عند ملك، وهذا الساحر كبر في سنه، ثم طلب من الملك أن يأتي له بغلام يعلمه السحر، فأتي له بغلام نجيب ليعلمه السحر. فكان هذا الغلام كل يوم يذهب إلى الساحر ليعلمه من سحره ونفثه. وذات يوم مر هذا الغلام في طريقه على راهب يتمتم بكلمات لا يفهمها، فطلب منه الصبي أن يعلمه من هذه الكلمات والتمتمات، فعلمه الراهب وأخبره بألا يشي به وألا يخبر به أحدا عن مكانه. فذهب إلى الساحر فقال له الساحر: ما لك تتأخر؟ فقال له: كنت في البيت. وكل يوم ومن ثم يعود قافلا يذهب إلى الراهب ويتعلم منه ما تعلمه هذا الراهب من علم الله سبحانه وتعالى. وكل يوم يتأخر عن الساحر ويقول: أنا كنت في البيت، ويتأخر عن أهلي فيقول: أنا كنت عند الساحر. فعلم الساحر بشأن ذلك الغلام، اعترضت له دابة خاف منها أهل القرية، فأخذ الغلام، فقال الغلام في نفسه: اليوم أرى من أفضل عند الله، هل هو الساحر أم الراهب؟ فأخذ هذا الغلام حجرا ثم قال: اللهم إن كان الراهب أفضل من الساحر، اللهم رب الراهب اقتل هذه الدابة. فأخذ حجرا ثم ألقاه على تلك الدابة فماتت من فورها. فعلم الناس، فأتي بالصبي إلى الساحر وإلى الملك، فقال الساحر: من علمك؟ فلم يجب له شيئا حتى تم تعذيبه. فأتي بالراهب فشق شقين أو نصفين ومات الراهب. لعلنا نأخذ فاصلا ثم نواصل. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن قصة أصحاب الأخدود ولم نكملها، لعلنا نرجئها إلى الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. وكنا قد تكلمنا عن أحكام التجويد في الحلقة السابقة، وقلنا أن الحكم الأول حكم الميم المدغمة أو الإدغام المتماثلين، وتكلمنا عن الإخفاء الشفوي. وها نحن الآن نختم أحكام الميم الساكنة والتنوين، وهو الحكم الثالث حكم الإظهار. والإظهار كما سيظهر لكم على الشاشة الإظهار الشفوي، ويسمى إظهارا شفويا لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين، وحروفه 26 كل حروف الهجاء ما عدا الباء والميم. وقلنا أن الباء
يأتي حكم في حكم الإخفاء، وقلنا أن الميم يأتي في حكم الإدغام. أحكام الميم الساكنة ثلاثة، قلنا الإخفاء أو حرفه الباء، والإدغام ويسمى إدغام المتماثلين وحرفه الميم، وأما ما عداهما فهما حروف الإظهار الشفوي. وأمثلة الإظهار الشفوي في كتاب الله عز وجل كثيرة مبثوثة. مثاله حرف الهمزة، قول ربنا سبحانه وتعالى أم أمنتم. الميم في ميم ساكنة، والهمزة في أمنتم أتى بعد الميم الساكنة فتظهر كما هي. وقول ربنا سبحانه وتعالى في يمترون، وفي حرف الثاء في داركم ثلاثة، وقوله في حرف الجيم أن لهم جنات، وقوله في حرف الحاء أم حسبتم، وفي حرف الخاء قول ربنا أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا نظهرها كما هي. وقول ربنا عز وجل في حرف الدال الحمد لله ميم ساكنة أتى بعدها حرف الدال الحمد لله، وحرف الذال ترهقهم ذلة. وهكذا كل حروف الإظهار الشفوي كما واضح لديكم في الشاشة تظهر كما هي، تأتي بعد الميم الساكنة وتظهر كما هي. ولعلنا نشرع في قراءة سورة الجن، كنا قد وصلنا في سورة الجن، ونستعرض بعض أحكام التجويد فيها وربنا المعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا.
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس والجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه
ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لعلنا نأخذ مشاركة من مشاركاتكم الكريمة ولنستمع لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسنت وبارك الله فيك. ولعلنا نأخذ مشاركة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا
والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. أحسن الله إليك وبارك الله فيك. قراءة جميلة وجيدة. لعلك تنتبه إلى بعض أحكام النون الساكنة والتنوين، وكذلك إلى قوله سبحانه وتعالى ألم نخلقكم، وليس ألم نخلقكم، ألم نخلقكم من ماء مهين. جعلك الله من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وقراءة كذلك الأخت قراءة جيدة وراعت أحكام التجويد، وزاد الله حرصا وعلما. ولعلنا نستقبل اتصال كذلك من مشاركاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما اسمك؟ أريج محمد. أريج محمد، تفضلي اقرأ يا أريج. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت يا أريج، وجعلك الله من أهل القرآن. شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم على تفاعلكم وتواصلكم، ونذكركم مرة أخرى بقول نبينا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء آخر، أدعكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.